إله الحق العدل بعد الاطلاع على المواد 15 واحد و17 و18 و304 و309 و313 و384 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 30 و40 ثالثة و45 واحد و46 و234 و235 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الثاني فهو غياب. أولا بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثانيا بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العدل بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى، موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثالثا بإلزام المحكوم عليهما سالف الذكر بالمصاريف الجنائية. رابعا بمصادرة المضبوطات المقدمة، موضوع المحاكمة. خامسا ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، عدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، حسن محمد عبد الرحمن يوسف، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، أسامة يوسف إسماعيل المراسي، وعمر عبد العزيز فرماوي عفيفي، مما أسند إليه كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة. سادسا بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. سابعا ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها. ثامنا في حالة الدعوى المدنية المقام أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الأسباب